السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا وبناتنا الأعزاء طلاب الصف الأول الثانوي، ازيكم وأخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وربنا يكرمكم ويوفقكم بإذن الله تعالى. إن شاء الله النهاردة هنحل الامتحان رقم 4 اللي هو خاص بمحافظة القليوبية. امتحان حلو جدا وفيه أفكار رائعة. خلينا نبص على طبعا أول سؤالين اللي هو كده بيكون فيهم 5 choices، 5 اختيارات، وبيطلب مننا إن احنا نختار 2 صح. السؤال الأول كده بيقول This project will employ many youth. المشروع ده هيوظف الكثير من الشباب. The antonym عكس كلمة employ يوظف، عكس يوظف واحد يبقى أكيد يطرد واحد. fire خلي بالنا علشان fire معناها يطرد من العمل، أو طبعا بمعنى يطلق نار، أو طبعا بمعنى حريق كنون، يبقى كverb بمعنى يطلق من العمل أو بمعنى يطلق نار، يبقى دي الإجابة الأولى. provide معناها يوفر أو يمد أو يزود، يبقى كده إجابة خاطئة. hire معناها يوظف، يبقى ده السينونيم بتاع كلمة employ. engage معناها يشترك في حاجة، involve مثلا يشارك في حاجة، يشترك في حاجة، يكون منشغل في حاجة معينة. discharge معناها يطرد، يصرح واحد من العمل، يبقى بمعنى يطرد من العمل، يبقى رقم E. يبقى كده الإجابة اللي هي A و E. 2. You should avoid smoking to be healthy. avoid بمعنى يتجنب، يجب أن تتجنب التدخين لكي تحافظ على صحتك. The synonyms of the word avoid، يبقى أنا محتاج مرادف لكلمة avoid يتجنب، وهما save دي معنى يحفظ أو يوفر أو يدخر. avert بمعنى يتجنب، يبقى دي إجابة صحيحة. maintain يحافظ على، يبقى إجابة خاطئة. evade يتجنب يبتعد عن، يبقى إجابة صحيحة. experience يمر بخبرة، يبقى الإجابة B و D. دول كده synonyms لكلمة avoid بمعنى يتجنب. الأسئلة بعد كده بنختار إجابة واحدة. The doctor advised هالة not to go near pets as she has a أو an space to them. دكتور نصح هالة إن هي ما تقربش من بيتس الحيوانات الأليفة علشان هي عندها إيه تجاههم. addiction إدمان، impact تأثير، allergy حساسية، link علاقة أو صلة. يبقى طبعا البنت يعني الدكتور نصحها إن هي ما تقربش منها عشان أكيد هي عندها حساسية منهم، يبقى allergy. Thanks to the space of the internet the world has become a small village. طبعا thanks to بفضل ايه الانترنت العالم كله اصبح قرية صغيرة. discovery اكتشاف الانترنت، invention اختراع الانترنت، exploration استكشاف الانترنت، evacuation معناه اخلاء الانترنت. يبقى اكيد طبعا اكيد انا مش عايز evacuation ومش عايز استكشاف الانترنت. استكشاف بمعنى اي حاجة كانت موجودة واحنا بدأنا ان احنا نستكشفها علشان نعرف ايه اللي موجود فيها، مثلا قطعة أرض كده أو مكان جزيرة، فإحنا بنستكشف هذه الجزيرة عشان نعرف هل فيها حياة ولا لأ. أكيد طبعا ده غلط. طب يا ترى الإنترنت ده تم اختراعه ولا تم اكتشافه؟ طبعا الفرق ما بين الاتنين إيه؟ إن discovery حاجة كانت موجودة ومحدش كان يعرفها، إنما invention حاجة اتعملت. طب الإنترنت ده اتعمل، يبقى ده invention اختراع وليس اكتشاف، يبقى إيه إجابة خاطئة. 3. It's advisable to speak with your old friends especially when you have time. من الأفضل إنك إيه مع أصدقائك القدامى لو أنت عندك وقت. conduct معناها يوصل مثلا. lose touch بمعنى يفقد التواصل. contract بمعنى يعمل عقد. keep in touch يبقى على تواصل مع، يبقى أكيد أصدقائك القدامى حاول إنك تتواصل معهم، تبقى على اتصال بيناتهم. رقم 4. My cousin has a space in medicine from Cairo University. طبعا ابن عمي مع ايه في الطب من جامعة القاهرة، يبقى مع degree درجة جامعية، مؤهل جامعي، ودي إجابة صح. مارك دي معناها درجة في امتحان، بتساوي كده كلمة زي كلمة grade درجة في امتحان، أو grade طبعا كمان بمعنى صف دراسي. license معناها رخصة لعمل شيء أو لامتلاك شيء، مثلا يعني مثلا كده driving license رخصة قيادة، مثلا software license يبقى رخصة لاستخدام برنامج معين، طبعا إجابة خاطئة. sign معناها علامة أو إشارة أو لافتة، يبقى إجابة خاطئة. يبقى degree بمعنى مؤهل جامعي من الجامعة، طبعا في هنا عندك كايرو يونيفرسيتي جامعة القاهرة.
5. عادل was happy because he spaced his goal and became a world famous champion. عادل كان فرحان عشان هو his goal هدفه وأصبح يعني بطل مشهور على مستوى العالم. campaign بمعنى يقوم بحملة لهدفه. lost بمعنى يفقد. compete بمعنى نافس هدفه. achieve حقق، يبقى أكيد طبعا تقول لي achieve بمعنى يحقق هدف. The accused man was found space so he was sent to prison. accused دي معناها متهم. الرجل المتهم وجد ولذلك هو أرسل إلى السجن، يبقى وجد. reliable بمعنى موثوق فيه. trusted. guilty بمعنى مذنب. honest أمين. innocent بمعنى بريء، وطبعا راح السجن يبقى أكيد إن ده وجد مذنبا، يبقى guilty. مصطفى said his brother had got a new job. مصطفى said the post وقال إن أخوه had got the post، يبقى أنا تلقائي كده محول الأزمنة بتاعتي من present ل past. طب ده في هنا past perfect الماضي التام، فالماضي التام ده كان أساسه، نشوف يا ترى إيه بقى. هنقول then دي كان أساسها كلمة now الآن، يبقى ده now the present continuous am is are verb plus ing هتتحول إلى was أو were، يبقى دي غلط. the following day ده كان أصلها مثلا tomorrow، يعني ده مستقبل، وده طبعا مش مستقبل، غلط خالص. the previous دي اليوم السابق دي كان أصلها كلمة yesterday ده past simple، والpast simple بنحوله إلى past perfect، يبقى الإجابة رقم C. طب دي yesterday، لو yesterday زي ما هي يبقى أنا كنت محتاج past simple بس، يعني أقول كده مصطفى said his brother got بس a new job yesterday، إنما yesterday هنا متحولة، يبقى بالتالي الزمن بتاعك متحول هو كمان. 8. The shop space sells expired products must be found. shop بمعنى المحل، sell بمعنى يبيع، المحل اللي بيبيع منتجات منتهية الصلاحية لازم ان هو must be found بمعنى يدفع غرامة او يتغرم. whose دي دايما بيكون في قبلها noun اسم وبعديها noun اسم. طب هنا شوب محل بس sell ده هنا بمعنى يبيع، يبقى ما ينفعش خالص كلمة whose. which اللي جابها صح يا مستر، ده شوب ده محل ده مكان، اقول لك صح، بس كلمة وير دي لا تتبع بفعل، اهي كده لا تتبع بفعل، ما ينفعش اجيب بعدها فيرب، يبقى ما ينفعش اقول وير. طيب ذات يا مستر ما يموتش بتساوي كلمة ذات، بس في عندنا هنا كده كوما، وكلمة ذات دي لا تستخدم مع الكوما اللي هي non essential او non defining relative clause، يبقى انا مش عايز كلمة ذات، يبقى احنا محتاجين كلمة which فقط. يبقى وير غلط علشان وير لا تتبع بفعل، انما ويتش عادي خالص ينفع تتبع بفعل. وشوف هنا بمعنى المحل، يبقى المحل الذي يبيع بضائع منتهية الصلاحية. طب ذات غلط ليه؟ ما هي ذات زي كلمة ويتش علشان في كوما، وذات لا تستخدم مع الكوما او النون ديفايننج او النون اسينشال. أميرة would have that mobile if she not enough money. أميرة طبعا تمتلك التليفون في كلمة اف لو، يبقى احنا كده تلقائي مستر بنتكلم في اف كونديشنالز حالة اف. بص على الجزء الكامل، في هنا would والانفينيتيف، اوعى خلي بالك، اوعى تغلط الغلطة تقول would have على طول، دي حالة تالتة. لازم يا رجالة ويا بنات لو في would have كان لازم يكون في البي بي. هل في هنا بي بي؟ لا مفيش بي بي، يبقى تلقائي دي مش الحالة التالتة، يعني هاد غلط. طب would the past يبقى تلقائي ما ينفعش اختار present، يبقى هاد ولا هاد بين، طب ما في هاد وتصريف تالت يبقى برضه دي غلط، يبقى الإجابة رقم بي بس. يبقى دي فقط دي كده الحالة الثانية if و subject past simple، في هناك would والinfinitive. طيب لو كان قالك بقى would have مثلا bought، كانت اشترت ذلك التليفون، يبقى كنا نقول كده if she had يبقى في عندك هنا had ده past perfect، يبقى في هنا would و have تصريف رقم 3. 10 you space raise your voice. انت طبعا raise your voice معناها ارفع صوتك. I can hardly hear you، انا سامعك بسمعك ايه، hardly معناها بصعوبة، يبقى انت ايه ارفع صوتك، انا سامعك بصعوبة، يبقى ارفع صوتك. you needn't صح بجيب بعدها الانفينيتيف، بس needn't دي كده معناها يعني مفيش داعي، يبقى اكيد غلط، يبقى انا سامعك. you ought لازم ought يبقى في بعدها to، يبقى بالتالي دي غلط. need to انت محتاج انك ترفع صوتك، اجابة صح. mustn't انت محرم انك ترفع صوتك، انا سامعك بس سامعك بصعوبة، يبقى اجابة خاطئة. 11 سمير was very angry. سمير كان غاضب
because he is based to the party علشان هو ايه الى الحفلة. طيب didn't invite past hadn't invited past wasn't inviting past wasn't invited past يا مستر كلهم past وفي هنا was the past. جميل جدا مفيش مشكلة خالص. هي عايدة على مين؟ تقول لي والله هي دي عايدة على سمير. طب invite معناها يدعو. سمير كان غضبان عشان هو لم يدعي إلى الحفلة ولا لم يدعى إلى الحفلة؟ تقول لي طبعا لم يدعى إلى الحفلة. طب أقول لك لم يدعى دي أكتف ولا باسيف؟ مبني للمعلوم ولا مبني للمجهول؟ تقول لي طبعا ده مبني للمجهول عشان ما قلناش هنا كده مين اللي دعاه، معنى كده إن ده باسيف. طب في حالة الباسيف بنبدأ بالأوبجكت المفعول اللي هو هي هنا، وبعد كده بنجيب بعديه أحد أشكال فيرب تو بي، وبعد كده بنجيب التصريف رقم 3. طب طبق معايا didn't invite لا في فيرب تو بي ولا في التصريف التالت. hadn't invited مفيش تصريف ادي في invited اي تصريف تالت بس مفيش فيرب تو بي، ما قلناش hadn't been يبقى دي غلط. wasn't ادي was فيرب تو بي بس مفيش تصريف تالت. wasn't invited ادي was وادي التصريف رقم 3. طب ايه هو يا مستر احد اشكال فيرب تو بي دي؟ احد اشكال الفيرب تو بي ده مثلا ممكن يكون عندك كده am او is او are، ممكن يكون عندنا كده was او were، ممكن كده يكون عندنا كلمة being، ممكن يكون عندك كلمة being، ممكن يكون عندك كلمة to being. كل دي أشكال من أشكال فيرب to be في الباسيف، ولازم بعدها يكون فيه تصريف رقم 3. 12 مستر محمد was at the doctor's last night. مستر محمد كان عند الدكتور الليلة اللي فاتت. هي نقط اللي هو ايه عيان. he must be ولا he can't be، he must have been he can't have been. طبعا انا بقول هنا was مستر محمد كان عند الدكتور اللي فاتت، يبقى هو ايه عيان؟ اكيد الكلام في الباست، يبقى must والانفينيتيف غلط وكانت والانفينيتيف غلط عشان دول كده present. طب في الباست بنجيب must have التصريف الثالث او can't have التصريف الثالث. must have التصريف الثالث اكيد ان في حاجه حصلت، can't مستحيل حاجه تكون حصلت. طب ده هو كان عند عيادة الدكتور امبارح، يبقى هو اكيد ان هو كان تعبان، يبقى must have التصريف الثالث. وخلي بالنا من ملاحظه مهمه جدا، علشان عكس كلمه must في الحاله دي كده كلمه can't وليس mustn't have والبي بي. mustn't هجيب بعديها الانفينيتيف، احنا بنتكلم في تحريم منع. القطع. No doubt that many different wild animals throughout the world are in danger. No doubt لا شك أن العديد من الحيوانات المختلفة البرية حول العالم في خطر. The reasons for this are many and varied. الأسباب لده كده متنوعة وعديدة. But we must blame pollution, pesticides, the disturbance of animals in their natural environment and demands greed for wealth. طيب مين اللي احنا بنعتب عليه في الحالات دي كده؟ pollution تلوث، pesticides المبيدات الحشرية، disturbance معناها إزعاج الحيوانات في البيئة الطبيعية بتاعتها، وكمان man's greed ده معناها جشع طمع الإنسان من أجل الحصول على wealth ثروة فلوس. industry الصناعة has grown enormously، الصناعة ازدادت بشكل كبير. and it has become common practice for factories، وأصبحت كده إيه يعني نشاط منتشر بالنسبة للمصانع. to get rid of their waste materials in streams and rivers. طبعا علشان get rid of دي معناها يتخلص من النفايات بتاعتها في streams بقى المجرى بتاع المياه وريفرز الأنهار. causing great loss of river life، وده طبعا بيسبب ضرر كبير جدا للحياة النهرية. modern agricultural methods طرق الزراعة الحديثة include using pesticides بما فيها استخدام المبيدات الحشرية which are used to fight insects، ده بيستخدم علشان يحارب insects الحشرات. can also destroy many species of animals، يقدر كمان destroy يدمر على العديد من فصائل الحيوانات. an increase in population means more buildings، زيادة في السكان ده بيعني مباني أكتر which result in the destruction of much of the countryside، وده طبعا result بيؤدي إلى تدمير الكثير من الريف. وطبعا provides shelter for wild animals، وده طبعا بيمد بشلتر بمعنى مأوى للحيوانات البرية. to satisfy man's selfish desires، عشان الإنسان satisfy يرضي رغباته الأنانية. the polar bear in North America is under threat، الدب القطبي في أمريكا الشمالية ده under threat تحت تهديد.
hunted illegally ده بيتم اصطياده بشكل غير قانوني to sell its precious fur علشان يبيعوا الفرو الثميك بتاعه. والفرو كمان precious معناها ثمين نفيس. Whales are hunted for the oil and the food they yield. الحيتان كمان بيتم اصطيادها من أجل الأويل الزيت، وكمان and the food they yield، وكمان الطعام اللي هم they yield بمعنى produce اللي هم بينتجوه. There are only a few species under threat. في فصائل قليلة صح تحت الانقراض. But the problem is receiving worldwide concern. ولكن مشكلة اللي هي ان في فصائل بدأت تواجه خطر الانقراض ده كده بتلقى اهتمام ودعم كبير حول العالم. And some actions are being taken. وفي بعض التصرفات او الافعال بدأ يتم اخذها بالفعل. For example على سبيل المثال pollution in the river Thames has greatly reduced. طبعا التلوث في نهر التايمز ده خلاص بدأ يقل بشكل كبير جدا جدا. Trading in some furs كمان التجارة في الفرو has been forbidden اتحرم منع. And organizations وبعض المؤسسات like Friends of the Earth أصدقاء الأرض do valuable work in this field بيقوموا بعمل رائع جدا في هذا المجال. We should take serious steps يجب ان احنا ناخذ خطوات جادة to conserve علشان نحمي our environment البيئة and to protect it from destruction ونمنعها من التدمير أو أن يتم تدميرها. السؤال الأول the most suitable title for this passage is أهم أو أفضل عنوان مناسب للفقرة دي يكون إيه؟ modern methods of hunting طرق الصيد الحديثة. طبعا غلط. the wildlife is in danger الحياة البرية في خطر. طبعا إجابة صح. نتكلم بقى على الحوت، نتكلم بقى على كمان البولار بير وما شابه. modern trade التجارة الحديثة. modern methods of farming طرق الزراعة الحديثة. طبعا دي كلها حاجات اتذكرت بس مش الفكرة الأساسية اللي بيتكلم عنها الباسج. pollution in the river Thames has been greatly التلوث في نهر التايمز ده أصبح إيه؟ double تضاعف، increased ازداد، decreased بيقل، raised بمعنى يرفع أو يزيد. نرجع كده ادي هنا كده اهو pollution in the river Thames has been greatly reduced المعدل انخفض فيه بشكل كبير. يبقى أنا تلقائي محتاج decreased بمعنى ينخفض أو يقل. the synonym of the word conserve معناه يحمي يحافظ على. هنا دي محتاجين ناخد خطوات علشان نحمي البيئة بتاعتنا نحافظ على البيئة. يبقى save ينقذ إجابة صح. damage يضر غلط. pollute يلوث غلط. get over يتغلب على يبقى برضو إجابة خاطئة. يبقى conserve يحمي يحافظ على يبقى save يحمي أو يحفظ. 14 according to the passage طبقا للفقرة the polar bear is hunted for its دب القطب بيتم اصطياده طبعا من أجل leather الجلد oil الزيت feathers الريش fur الفرو طبعا الفير بتاع الفرو. according to the passage بناء على القطعة pesticides are used to not insects المبيدات الحشرية بتستخدم عشان ايه الحشرات. kill يقتل إجابة صح. improve يحسن الحشرات. defend يدافع عن الحشرات. feed يطعم أو يغذي يبقى أكيد طبعا kill بمعنى يقتل. 6 the underlined word yield means كلمة yield بقى اللي هي كانت بتاعة الويل الحوت. طبعا ادي نرجع هنا كده اهو بنا نغير بس اللون هنا كده اهو كده لا. يبقى الحيتان بيتم اصطيادها من اجل الاويل بتاعها وكمان الطعام اللي هم ايه. بص بقى كده على الاختيارات بتاعتك. الطعام اللي هم بيمتصوه اكيد غلط. import يستورد. waste يفسر يبدد او يسرف يضيع غلط. يبقى produce ينتج عشان الاكل اللي هي هتنتجه اول حاجة اللي هتنتجها. سؤال رقم 7 an increase in population leads to طبعا increase دي معناه زيادة في التعداد السكاني ده كده بيؤدي الى ايه of much of the countryside لا الكثير من الريف. construction جاي من كلمة construct معناها بناء او انشاء.
يبقى أكيد زيادة كبيرة في السكان مش هتؤدي إلى إنشاء الكثير من الكندرسات الريف. روين معناها تدمير أو دمار، يبقى أكيد إجابة صحيحة. growth معناها النمو، يبقى إجابة خاطئة. conservation معناها حماية، محافظة على، يبقى إجابة خاطئة. يبقى الزيادة الكبيرة في التعداد السكان ده بيؤدي إلى تدمير الريف. ليه؟ علشان ناس كتيرة موجودة، يبقى تلقائي محتاجين إن احنا نبني كتير، يبقى احنا نبني على الأراضي الزراعية وما شابه، يبقى ده بيؤدي إلى تدمير الريف. ترجمة: تعتبر التكنولوجيا سلاحا ذو حدين، فهي نعمة إذا استخدمت في السلام وفيما ينفع البشرية. تعتبر التكنولوجيا سلاحا ذو حدين، فهي نعمة إذا استخدمت في الخير. طب ده هنا بيقول technology is considered a double-edged weapon. double-edged weapon دي سلاح ذو حدين. as it's a blessing. blessing معناها نعمة. if it used for peace. peace معناها السلام، يبقى مش عايز الخير. تعتبر التكنولوجيا سلاحا ذو حدين، فهي نعمة إذا استخدمت في الخير. طبعا برضو غلط عشان هنا peace السلام. تعتبر التكنولوجيا سلاحا ذا حدين، فهي نعمة إذا استخدمت في الخير. نفس الفكرة، يبقى غلط غلط غلط، يبقى الإجابة أول واحدة عشان peace السلام. الجملة الثانية setting out productive projects helps to prove job opportunities. دي غلط. طيب ليه؟ عشان prove دي معناها يثبت أو يبرهن، و job opportunities فرص عمل. فهنا تلقائي ما ينفعش أقول لك بقى إقامة المشروعات ده بتساعد في إثبات فرص العمل ل unemployed الغير موظفين. طب setting up productive projects helps to provide job opportunities. صح، أدي provide job opportunities بيوفر فرص عمل، يبقى دي صح. setting up destructive projects معناها مشاريع تدميرية، أكيد غلط. بيقول لك هنا مشاريع إنتاجية، والمشروعات الإنتاجية. طب دي setting up products ده في هنا products وفي هنا projects مشاريع، و products دي معناها منتجات. طب تساعد إقامة المشروعات، يبقى أنا عايز projects مش عايز products. يبقى A و C و D إجابات خاطئة، يبقى الإجابة رقم B. الأسئلة بتاعت القصة: If you were Jim would you sail to the Hispaniola alone؟ لو أنت كنت مكان جيم هل كنت هتبحر إلى الهسبانيولا لوحدك؟ أقول كده أبسط حاجة No I wouldn't. لا، أنا ما كنتش هعمل كده. ليه بقى؟ because لأن كده this might cost me my life. ده ممكن يكلفني حياتي كلها. يبقى طبعا دي إجابة خاطئة. يبقى طبعا في الحالة دي كده مش هذهب إلى الإسبانيولا علشان ده كده ممكن يكلف حياتي. سؤال تاني: Why do you think Captain Smollett asked his men to watch Silver؟ ليه بتعتقد إن كابتن سموليت طلب من الرجال إن هم يراقبوا سيلفر؟ علشان إيه؟ طبعا كده ممكن نقول كده because لأن، أو كابتن سموليت بقى، ادي كابتن سموليت asked his men to watch Silver. كل ده حطه في الأول هنا كده علشان because بقى لأن Silver is the head of the pirates. هو كده ايه؟ رئيس القراصنة. كمان he is very clever وذكي جدا and cunning وماكر. سؤال رقم 3 طبعا اي اجابة برضو ان شاء الله تبقى مظبوطة وصحيحة. اهم حاجة برضو تكون مرتبطة بالسؤال. 3 Why do you think Dr. Livesey gave Silver a useless map؟ ليه بتعتقد ان دكتور ليفسي ادى لسيلفر خريطة بس useless fake مزيفة؟ ممكن برضو نقول اكتر من حاجة كده. he must have had a plan. اكيد ان هو كان عامل خطة معينة. ممكن نقول مثلا he wanted to mislead، وكان عايز يضلل the pirates القراصنة. ممكن نقول مثلا كمان كده ان هو he had a plan with Silver، وكمان كان عامل خطة مع مين؟ مع سيلفر. طيب الموضوع المقال بقى بيقول the pros and cons of social media. pros and cons معناه مزايا وعيوب
سوشيال ميديا طبعا وسائل التواصل الاجتماعية الحديثة. طيب دي كانت اخر حاجة معنا كده النهاردة. يا رب الناس تكون استفادت وتكون وفقتوا في توصيل المعلومة بشكل كويس، وتابعونا واستنونا في الحلقات اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.